حنين، ايه يا بنتي واقفه من بدري؟ ازيك؟ اتاخرتي كده ليه؟ لا والله طريق وكده، وكنت بجيب حاجه من قريب من هنا. بقولك ايه، ما تيجي عايزاكي في موضوع مهم، تعالي نقعد شويه على الكافيه. انهي كافيه؟ الكافيه اللي هنا قريب ده. خلاص اوكي يلا بينا. يلا تعالي، الكافيه ده هيعجبك. ايه الاخبار؟ طمنيني عليك. الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. بصي بقى، انا مش هفتح معاكي الموضوع ده تاني، بس هفتحه لاخر مره. دلوقتي الولد اللي انا حكيت لك عنه المره اللي فاتت كلمني عليكي وهيموت عليكي. موضوع سلامه، انت هتقدري تستحملي ظروف سلامه؟ سيبك من الظروف، انا بحبه وهو بيحبني. ماشي، طب ما هو ده بيحبك برضه. بس انا ده معرفوش وانا ما بحبهوش. ما تشوفيه مره، وبعدين عايش في دبي وبيشتغل شغلانه كويسه، وهنا هيجيب لك فيلا وعربيه، وهناك هيبقى معاكي عندك بيتك وعربيتك برضه تحت رجلك. فيعني فكري فيها بطريقه احسن من كده. العيشه هناك كمان هتكون احسن بكتير من هنا. يعني انت متخيله انت لما تعيشي في دبي في بيت ومش عارفه ايه، وعلاقات جديده وناس جديده وحياه جديده وحياه اجتماعيه اصلا احسن من هنا بكتير. فانت شوفي والله عجبك كان بها، ما عجبكيش خلاص. مش عارفه، انت حيرتيني. هيموت عليكي وبيحبك وعمال يقول لي كلميها ومش عارفه ايه، طب كلميها تاني. وانا بجد لدرجه ان انا زهقت بجد. كل شويه اجي اقول لك تبقي عامله مشغوله او بتعملي عليا مشغوله وكده. بعدين انا شايفه ان موضوع سلام هيكون صعب عليكي قوي. انت مش متعوده على البهدله، ومش متعوده ان انت يعني ايه تعيشي في حياه مستوى اقل من اللي انت كنت فيه يعني. فشوفي، لو عايزه تكلميه او تقابليه انا ما عنديش مشكله، اجمعكم ببعض ونقعد في النادي، نقعد بره في كافيه، اسيبكم وتروحوا المكان اللي انتوا عايزينه يعني براحتك. طب هو مص جدا يعني. يلا بينا. ماشي، بعتي سلامه بسرعه قوي. يلا. مش عارف اخرتها معاك ايه. طيب ماشي، هما داخلين عليا اهو. سلام سلام سلام. ايه ده محمد؟ انا ازيك؟ انا بشبه على العربيه، عماله اقول ايه ده، مش عربيه محمد، مش متبهدله قوي المطر يا محمد، مش عارفه. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير. محمد، حنين محمد. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه القمر ده؟ آه طب ما تيجوا طيب تعالوا اعزمكم على اي حاجه في اي كافيه ولا كده. يعني لا، هو متشكرين يعني، احنا كنا لسه جايبين في سيرتك بصراحه، بس يعني محمد اللي انا حكيت لك عنه، ف خير اكيد. كنا كده بنتمشى شويه بنتكلم وكده. امم ماشي. طب هتيجوا اعزمكم على حاجه ولا؟ يعني مفيش داعي، ايه فاضيين. رايك نخليها في مره تانية. يا بنتي؟ نخليها مره تانية. طيب ماشي يا محمد، اكيد مره تانية نخرج معاك باذن الله. ماشي يا ندى. ماشي يلا. فرصه عايز سعيده أي حنين. حاجة؟ شكرا، انا اسعد. ماشي يلا باي. هو ده اللي موز؟ بصي، سيبك من موضوع الشكل. هو انت دلوقتي بتفكري في الشكل ولا في الفلوس يا بنتي؟ الراجل دوت مستريح وشغال شغلانه كويسه، وشفتي عربيته وعنده بدل العربيه 2 و3 و4. فانت عايزه ايه بالظبط؟ مش عارفه، مش مقتنعه باللي احنا بنعمله ده. يعني انا شايفه بصراحه ان هو ما يتعوضش. يا ريته كان خدني انا، يا ريته. ما انا قاعده اهو، مفيش حد بيبص في خلقتي، اعمل ايه بقى؟ يعني انا ما اعرفش، بس هو بصراحه يعني بيحب الستايل بتاعك، بيحب البنات الحلوه. انت شايفه اني شبه الولد؟ انا لازم اغير ستايلي المره الجايه. لا، عشان انا مش عاجبه نفسي كده. يمكن يتقدم لي حد كويس. استني طيب، ما يمكن. الو، ايه سلام. خلاص تمام ماشي، انا جايه دلوقتي. كنت في مشوار بس مع صاحبتي وجايه دلوقتي. خلاص اوكي باي. في حاجه ولا ايه؟ السلام عايزني. هترجعي؟ او هروح اشوف كده الدنيا. خلاص ماشي. طب خلاص، يلا. وانا بقى هروح اقعد في مكان كده شويه. باي. ماشي، فكري في الموضوع اللي قلتلك عليه. هفكر وارد عليكي. ماشي، باي. باي. اكيد باي. هتكمل، اكيد مش هتتخلى عنه. سلامة. حنين، بصي بصراحة كده أنا عايزك في موضوع مهم جدا، وأنا اتعمدت إن أنت تيجي هنا الشغل وتشوفيني، علشان أنا بقالي أكتر من أسبوع حصل معايا ظرف ومتردد. طبعا أنا في الأول قلت إن أنا مش هحكي لك، وأكيد إن أنا هصلح الموضوع ده بسرعة، وكده كده الشغل ده مش هيكمل. بس أنا بصراحة حصلت مشاكل معايا في الشغل، وجيت شغل هنا جديد. جايز أعمل نظافة مش أحسن حاجة ومش طموحي، بس فترة وهتعدي.
حبيت برضه اقول لك ان انا شريكي جدا وعازمك النهارده. طبعا انت مش فارق لك اصلا شغل جديد صح؟ ازاي مش فارق؟ ايه ده بقى؟ استاذ زياد. ايه ده بقى ان شاء الله؟ خير يا استاذ زياد في ايه؟ احنا كده بقى نقفل الشركة. ليه نقفلها حضرتك؟ ويبقى نفتحها كافيه كده ونجيب لكم 2 ليمون من الاستاذة. دي خطيبتي يا استاذ زياد ولو سمحت. وخطيبتك ايه اللي جايبها هنا؟ ما تشوف أستاذ زياد. شغلك. خلاص يا استاذ زياد حاضر اشوف شغلي. ملهاش ان هي تجيلك هنا. حاضر يا فندم. تشوف شغلك مش اكتر من كده، ده بعد اذنك يعني، ويا ريت ما تجيلكش هنا تاني. خلاص؟ خلاص يا ريت تمشيها دلوقتي بصراحة. خلاص يا استاذ زياد. انا واقف جنبك خلاص ولا يا حد زياد. هتمشيها. استاذ زياد انا بقى على الشغل بس اللي تلاقيه ما بحبهاش. قلت لك خلاص وحاضر مش هتتكرر تاني. اتفضل. يبقى تشوف شغلك كويس. ويا ريت اي حاجة بره الشغل بلاش تجيلك هنا، يعني ولا خلاص يا خطيبتك ولا أستاذ زياد، اختك ولا قلت اي لك حاضر. حد. قلت لك حاضر. عصبي جدا. آخرة العيال لما بتورث بتطلع لا تفهم في الأصول ولا تفهم في أي حاجة. يا أنا مش ريتك عايز- ورثت زيهم. ودي حاجة بإيدي يعني؟ هو ايه اللي حاجه بايدك؟ أنت بتتكلمي معايا كده ليه؟ يعني ايه بتكلم معاك كده ليه؟ انت شايف انت حطيتنا في موقف عامل ازاي؟ خلاص يا حنين قلت لك- وبعدين لما اكون بكلمك ما تمسكليش البتاعه دي، مستفزه قوي. هو إيه اللي أنت بتعمليه ده يا حنين؟ وإزاي أصلا تعالي صوتك معايا؟ انت شايف ان الموقف اللي تعالي انا هنا حطيت بعيد فيه عن دلوقتي الشارع. دوت كويس؟ موقف إيه اللي أنت اتحطيتي فيه؟ خلاص حصل خير وأقول لك على حاجة، أنا هسيب أم الشغلانة دي أصلا لأن أنا ما اسمحش إن حد يكلمني بالشكل ده. او لما تسيب الشغلانه دي هتشتغل ايه؟ هشتغل شغلانة يعني تانية دلوقتي وتالتة. شغاله عامل نظافه، بعدين هتشتغل ايه؟ هتلم بلاستيكات من الشارع تبيعها؟ على فكرة مفيش حد وحش وحتى عامل نظافة مش كويس. أنا بس بقول إن أنا هدور على شغلانة بمؤهلي وما فرقتش يعني من شوية ونستحمل بعض. في يا حنين؟ شويه ونستحمل بعض؟ انا استحملتك كتير، انا استحملتك كتير ولغايه دلوقتي مفيش غير دبله فضه. متخيل ان انا لغايه دلوقتي انا لابسه بس دبله فضه؟ بالراحة أنت هتسمعي الناس. أنت ما هتعرفي يسمعوا الناس يجوا يشوفوا اللي انا فيه. هو اللي أنت فيه. هو أنت مش قلتي إن أنت بتحبيني وعمرك ما هتتخلي عني؟ فين الحب؟ فين الحب؟ انا مش لاقي اي حاجه كويسه من الحب لغايه دلوقتي. الحب؟ هو أنت بالنسبة لك مش لاقي حب يعني مش لاقي ذهب ومش لاقي فضة وحاجات من دي يعني؟ انت حتى ما بتجيبليش هديه زي اي اتنين مخطوبين. استغفر الله العظيم يا رب. هتتعدل. يعني يا ايه حنين. هتتعدل؟ تعالي بس الناس اللي رايحة واللي جاية بتبص علينا. اللي يبص انا تعبت. لا حول ولا قوة إلا بالله. حنين دي ساعة غضب. أنا كل اللي أنت قلتيه أنا هعتبر إن أنت بس مخضوضة أو حاجة، بس أنت أكيد شرياني ومكملة معايا صح؟ شارياك ايه؟ شارياك ايه؟ انت ما معكش اصلا فلوس تشتريني. هو أنت سلعة؟ لا مش اللي يدفع سلعة. يشتريكي؟ لا مش سلعة بس انت مش هتعرف تعيشني. انت شايف انا ايه وانت ايه؟ أنت إيه يا حنان؟ أنت شبهي على فكرة. انا هو مش أنت ليه بقيتي شبهك. مغرورة كده؟ لا انا مش شبهك، انا عمري ما كنت شبهك، انا كنت معمية. ازاي انا حبيتك؟ بجد؟ طب أنا عايزك بس تفتكري كلامك ليا من 3 أيام كده بالراحة بالراحة بس كده. أنا مش عايزك تتكلمي، أنا عايزك تهدي كده خالص وافتكري كده كنت بتقولي لي إيه؟ بقول لك يا حنين، قول. هو انت هتصبري عليا اكتر من كده بجد؟ مش هتزهقي؟ هصبر عليك طول العمر. انا حاسس ان انا بدات اصدمك معايا. ما بقاش فيه فلوس والحاله كل يوم بتسوق، مش قادر سلام. حتى اعمل لك حاجه. سلام، انا بحبك ومستعدة استنى عشانك طول العمر. مش فارق معايا لا فلوس ولا فارق معايا اي حاجة، كل اللي فارق معايا انت. مش هيجي يوم من الايام تزهقي وتملي وتقولي كفايه بقى انك تعبتي؟ هزهق ليه؟ يعني عشان ده انا فاكر ان حتى ما جبتلكيش هديه مناسبه في عيد ميلادك. الحاجة الوحيدة اللي ازهق منها هي عدم وجودك في الحياة. انا بحمد ربنا ان انتي موجوده بجد، بس يا ترى هتقدري تكملي؟ هكمل للآخر. وعد. وعد. متشكر جدا يا حنين، متشكر انك موجوده. فاكرة، بس ده كان غباء مني، كان غباء مني ان انا اكمل معاك. كل حاجات ربنا بيبعت لي كمية رسائل ان انا ابعد عنك، بس انا كنت غبية. طب بص يا غبيه،
ما تشتمنيش، ما اسمحلكش ان انت تشتمني. هو واضح فعلا ان انا اللي كنت غلطان، ان انا كنت مصدق كلامك وكنت فاكرك ان انت انسانه فعلا تستاهلي وملاك. بس هقول لك ايه، طلعت شطانه بتتلون. طب يا سيدي بكملت بقى شطانه، انا شطانه؟ دبلتك كل شيء اسمه ونصيب، وما تكلمنيش تاني، مش عايزه اعرفك تاني. انا مش هدخل عامل نظافه في حياتي. تصدقي بالله انا لو داخل حياتك كنت داخل انضفها بس انت واضح ان انت حياتك هتفضل زي ما هي كده، وكميه الزباله اللي جوه قلبك عمر ما حد هيعرف ينضفها. حنين انا مبسوط جدا للموقف ده بجد، واحب اقول لك ان انا اللي هبقى كسبان مش انت. انت عارفه ليه؟ عشان في حاجات كتير جدا الفلوس ما بتقدرش تشتريها، وبما انك طلعت سلعه واللي معاه فلوس هيشتري، فتمام، روح للي يدفع اكتر، لان الحاجه اللي تمنها فلوس مهما كانت بتبقى رخيصه. سلام. خساره عليك السلام، خساره بجد، كل ده كنت مخدوع فيكي. في ايه؟ ادخل. في ايه؟ ايه يا بنتي مالك؟ في ايه؟ انا فركشت خطوبتي. ليه كده؟ اهدي طيب، اهدي. ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت اقدر احلها؟ طيب طلع شغال عامل نظافه مش عارفه، ما حسيت ان انا مش مرتاحه. جاتلي كذا رساله ان انا اسيبه، مش هيعيشني نفس عيشتي، بس المشكله ان انا بحبه. اهدي بس. سلامة، طب اهدي. طيب انت عرفتي الكلام ده امتى؟ لسه دلوقتي. سلامة بيحبك بجد؟ عارفه ان هو بيحبني وانا بحبه، بس مش هيعيشني العيشه اللي انا عايزاها. الفلوس مش كل حاجة. يعني ايه الفلوس مش كل حاجه؟ سلامة بيحبك حب بجد، مش كل حاجة بالفلوس بتتشري. اشتري اللي بيحبك بجد. مش قادره، مش متخيله واقفه جنبه، حتى ريحته مش طايقاها. عارفه يعني ايه حتى ريحته مش طايقاها؟ عارفه ان انتي تقفي جنب حد انتي بتحبيه بس انتي مش طايقه ريحته. فاهماكي. هو كان غلطان ان هو ما قالكيش من الاول، بس حاولي تديله فرصة. مش قادره. طب اهدي. استني عايزه اكلم ندى. طب تحبي اكلمه؟ الو، ايه يا ندى؟ انت فين دلوقتي؟ انا فركشت خطوبتي، مع السلامه. خلاص ماشي، استنيني وانا جايه لك دلوقتي. يلا سلام. هروح لندى وبعد كده هرجع اتكلم معاكي. طيب يلا باي. خلي بالك من نفسك. ماشي باي. استغفر الله العظيم. ادخلي يا حنين، سايبالك الباب مفتوح. ايه ده؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ مالك؟ في ايه؟ اقعدي. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا وسلامه سيبنا بعض. بجد؟ ليه؟ تخيلي مهنته الجديده طلعت عامل نظافه. انا قلت لك يا حنين، قلت لك ان انت مش هتعرفي تتاقلمي يعني، وان الدنيا هتبقى صعبه عليكي. مش عارفه، بس انا حبيته قوي، بس مش قادره اشوفه كده. مش قادره. اول ما دخلت عليه لابس لبسه وماسك المقشه اديتها بتهزري؟ له. ما كده فضه يعني، حتى الدبل ما كانش عليها القيمه. خلاص ما تزعليش وما تزعليش نفسك. خير يعني، اكيد مفيش نصيب يعني. حنين مش عايزه اشوفك كده بتعيطي وضعيفه كده، انا عايزاكي اقوى من كده زي ما انا عارفاكي. حنون بقى خلاص. مش عارفه، انا حبيته بس كل الرسائل بتقول لي ابعد عنه، كل حاجه بتقول لي ابعد عنه. خير ان شاء الله. خلاص يعني نصيب، كل شيء اسمه نصيب، هنعمل ايه؟ عندك حق. طب انت هتعملي ايه؟ هوافق على العريس اللي انت جايبه لي. محمد؟ انا قلت كده برضه، على فكره بيحبك وبيموت فيك. بشروط، مش فارق معايا يحبني ولا لا، بشروط. شروط ايه يا بنتي؟ هيجيب لي حاجات ملكي، عربيه باسمي، فيلا باسمي، دنيا كده حاجات ليا، وهدايا
الدنيا دي كلها. يا بنتي من غير ما تقولي، محمد اصلا كان هيعمل كده، وهو مكلمني اصلا ان هو يعني البنت اللي هيتجوزها واللي هتقبل بيه وان هتقبل تسافر معاه هي دي اللي هيكون اصلا ليها كل حاجه، واللي هتطلبه وهتتمناه هتلاقيه تحت رجليها. على فكره محمد حد كويس وسخي جدا، ما تقلقيش من الناحيه ديت، ما بتفرقش معاه الفلوس، بيفرق معاه الجمال قوي. استني ثانيه اكلمهولك ونشوفه فين، وايه رايك نتقابل ننزل نقابله كده؟ خلاص اوكي. اوكي ثانيه واحده. ده كمان المطر بتمطر. الو، ايه يا محمد، ازيك عامل ايه؟ ندى. طيب بقولك ايه، انا قاعده انا وحنين كده وبنفكر يعني ان احنا ننزل نتقابل، ايه رايك؟ إيه طب حلو، في الكافيه. عارفاه، الكافتيريا بتاعت الشغل عندك صح ولا فين؟ طيب خلاص يلا جاي، باي، سلام. يلا. هي الشركة دي بتاعته؟ لما نروح هنشوف. انا ما اعرفش حاجات عن محمد كتير لان هو لسه راجع من قريب، وانا يعني ما اخدتش وديت معاه كتير في التفاصيل ديت. طيب هنعرف كل حاجه، يلا ما تزعليش نفسك بقى. يلا يا حنين. ندى محمد ازيك عامل ايه؟ ايه؟ كله تمام الحمد لله، انت ما ايه قلتليش ليه الأخبار؟ جنبك بالعربيه بدل ما تيجي اوبر في المطر ده؟ خلاص بقى، ما الجو حلو، وبعدين احنا جينا اوبر يعني الدنيا ما كانتش زحمه والطريق كان كويس يعني. ازيك يا حنين؟ الحمد لله بخير. ورا الدنيا. الحمد لله. المهم يا محمد، عايزه اقول لك ان حنين النهارده وافقت ان هي تيجي وتتعرف عليك وتشوف طلباتها. بجد؟ اه طبعا، وفرحانه جدا بجد ان هي قابلتك النهارده. انا مش عارف اقول لك ايه. طب وخطيبها؟ هي فركشت يعني. طب اسيبكم انا تتكلموا مع بعض واقوم. لا لا لا، خلاص خليكي سمعت. قاعدة. يعني كده حنين سنجل. طب دلوقتي تقدري تقولي طلباتك اللي انت عايزاها لمحمد وهو، عشان الدنيا تبقى على نور ونشوف الخطوه اللي جايه ايه. طيب، عايزة فيلا باسمي، عايزة عربية باسمي أحدث موديل، شبكتي ألماس، ومبلغ ليا في البنك. لقيت الفانوس السحري ولا ايه؟ يا محمد ايه يعني، انت الخير والبركه، وبعدين هي تستاهل، وبعدين عشان خاطر عيون حنين. أكيد طبعا عشان خاطر عيون عامل لها كل حاجه، بس طب نتعرف على بعض وكل حاجه واعمل لها، يمكن اديها اكتر من كده، ما انت عارفه. تعرف هيجي بعد الخطوبة، أنا بقولك الحاجات اللي أنت هتعملها عشان تيجي تخطبني. وانا مش عارف اختار الكتاب. العربيه موجوده، والفيلا موجوده، ورصيد البنك موجود. كل حاجة هتبقى والشبكة ننزل باسمي، نختارها. كل حاجة هتبقى باسمي. مش فارق معايا، بدل العربيه ممكن اتنين كمان. أنت وذوقك بقى. وانت مش نفسك في حاجه يا ندى؟ لا انا راضيه بحياتي كده يا عم، سيبني في حالي. اديت لك الايفون او حاجه؟ لا شكرا. ماشي يا حبيبي. طب يا ترى بقى الطلبات دي طبعا في المال ولا حبا فيا؟ هو أنا لسه أعرفك عشان أحبك؟ انا من يوم ما شفتك مع ندى وانا معجب بيك. طب ما أنا برضو كنت مخطوبة لواحد وكنت بحبه، فغصب عني أكيد مش ما حبيتكش لسه من جدتك الأول. بتحبيه؟ لا بقى، راح لحاله فعادي. خلاص، وانا موافق بطلباتك يا حبيبي، وهوريكي اسعد ايام حياتي اللي عمرك ما شفتيها ولا هتشوفيها مع حد غيري. حنين انتي متوتره يعني، اقوم طيب ولا ايه؟ لا خليكي قاعدة. طيب ايه، هتشربي ايه بقى يا حنين؟ انا عازماكم النهارده على حاجه، بس يعني حاجه خفيفه كده على قد يا جماعه. لا انا مش محدش عايز اشرب. يكتر اكتر من انا المشروب. بقول بدل ما نشرب يلا بينا نقوم نروح نتغدى افضل. ده انا بقول لك انا اللي عازماك يا محمد، خف عليا. انا مش شغاله في دبي خالص. شغاله هنا عادي في لا يا مصر. ست، جيبي وجيبك واحد. يعني ميرسي يا محمد اخويا وربنا يخليك، بس لا انا عايزه اعزمكم على حاجه تشربوها يا بنتي دلوقتي. واحنا مش خارجين مع راجل؟ آه، يلا نقوم نتغدى يا ندى. يلا يا حنين. ميرسي يا محمد، والله انا مش عايزه اتعبك. لا مفيش تعب. ربنا يهديكي يا رب، ربنا يهديكي.
قلبها طيب والله العظيم، قلبها طيب. معرفش، في حاجة أكيد مسوحاها، أكيد في حاجة مسوحاها. ربنا يهديك يا بنتي ويكرمك. هي قلبها طيب، تستاهلش كل ده. ربنا يحنن قلبها عليه يا رب ويوفقها في حياتها. بصوا بقى، بمناسبة الموضوع ده تعالي اوريك الشركة بتاعتي عاملة ازاي وافرجك على الفيلا. طب بقول لكم ايه، انا بس هروح كده مشوار وهاجي لكم على هناك. طب ما تيجي معانا عشان المطر طيب. لا هروح مشوار على طول، هاجي لكم على هناك اكيد. طب يا بنتي نوصلك حد. بس انتي تعرفي عليه بقى وانتي تعرفي دنيتك لوحدك، ماشي؟ عشان ما بقاش عزول. يلا باي. تمام يا محمد. باي انا ندوس. باي. تعالي يا حنين، خد ده مكتبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ السلام. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ اقعدي. اهو ده يا حنين. خلاص يا محمد تقدر تتفضل انت. ايه؟ بتعمل ايه هنا؟ طيب هروح انا المشوار اللي قلت لك عليه. خليكي قاعدة مع السلامة على يميني. انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ قاعد على مكتب في شركه. بعمل ايه؟ بشتغل. انت عايز تفهمني ان انت شغال هنا؟ الحقيقه لا، انا قلت بشتغل بس ما قلتش شغال هنا. بشتغل لان ده شغلي، دي شركتي. اصلا انت لسه مش فاهمه. ده انتوا هفهمك. هيفرح قوي بجد. مش عارف اتوقع اهو ده. ايه ده يا جماعه، في ايه؟ انا لسه عمالين نكلمك يا سلامه ونخبط وانت مش موجود. هتقولي له انت ولا اقول له انا؟ بقول في لك حاجه يا جماعه؟ في خبر حلو قوي ليك. مش حلو قوي يعني، ما تفرحوش قوي. لا انبسط واحمد ربنا بجد، املاكك رجعت لك، والقضيه اللي انت كنت رافعها بسبب ان انت ترجع الارض والشركات بتوعك وبتاعت جدك رجعت الحمد لله ابسط يا صاحبي. بجد والله؟ اه والله. يعني كل حاجه بقت بتاعتي والشركه اقدر كل ارجعها؟ حاجة القضية كسبناها، من كل أملاكك رجعت. المصنع والشركة والعربيات والأرض والفيلا كله يا سلامة. الف مبروك يا سلامه، وبجد انت تستاهل كل خير. يعني عايز أنا- أقول لك إن ندى كانت عمالة تدعي لك ليل نهار في الموضوع ده. لا ومحمد بجد تعب معانا الفتره اللي بس فاتت أنت قوي أخويا علشان طبعا، ما عشان لازم كل أخويا. حاجه ترجع بجد. انا بجد يا جماعه مش عارف اشكركم ازاي، يعني أنا عشان خلاص. تقدر بقى تتجوز بقى جوازتك الحلوة يلا ربنا يتمم لك على خير انت وملك وتعيشوا في هنا. مين ملك؟ حنين اسمها خطيبتك؟ اه. ملك دي خطوبت انا، دي لخبطت الامور ولا ايه؟ نسيت والله يا محمد، انتوا الاثنين نسيتوني. طيب بجد حنين تعبت معايا قوي ومستحمله، وطول الوقت ده انا شغال وصابره. يا ترى هتعمل ايه لما تعرف ان انا بقيت اكيد طبعا هتفرح طبعا. طبعاً. انا ما اعرفهاش شخصيا، بس بص من كلام ندى عنها انها باين عليها حد بتحبك قوي يا سلام. انا بقالي كتير اصلا ما شفتهاش والله العظيم، يصدق وحشتني قوي يعني، بس بجد والله عايزه انزل اتقابل سيبك معاك. بس من الكلام ده كله. ثواني بقى، ثواني بقول لك ايه، انا خطر على بالي فكره دلوقتي ولازم تساعدوني فيها. قبل ما نساعدك في اي حاجه، انا جعان. يا عم في ايه يا محمد؟ ايه لسه واكلين احنا سندوتشات دلوقتي؟ ما خليه يعزمنا عزومه حلوه. يا عم اللي انت عايزه هعمله لك، بس في نقطه بجد يا جماعه. قول. قول. انا مش عارف الفلوس لما تبقى كتير معايا حنين هتبقى عايزاني انا ولا عايزه فلوسي؟ اكيد أكيد عايزاك بتحبك يعني يعني. يا جماعه ما تقطعونيش، انا قلقان. بص انا فاكره ايام خطوبتكم بجد بقول ان هي لك كانت ايه، فرحانه قوي بيك. ممكن بعد اذنك تعملوا اللي انا هطلبه منكم؟ انا عايز اختبرها وعايز اشوفها هي هتصبر عليا لحد امتى. قبل ما اصارحها ان انا معايا فلوس كتير، انا عايز ابين لها ان يا انا ابني جو الاختبارات ده بقى انتهى خلاص. اه وبعدين يا اسمع بس. سلامه صعب يا قوي ان جماعة انت اصبروا. تختبر خطيبتك. النهارده في الزمن بتاعنا ده مفيش واحده بتعيش مع واحد الا اذا كانت بتحبه. طب اسمعوني، حاضر يا سلام نسمع. ممكن تركزي معايا ندى وتروحي لها وتعرضي عليها عرض ان في عريس غني وساري، ان هو نقول محمد يعني جاي من دبي، من الامارات، من اي دول من الخليج. بتهرج أكيد. لا مش بهرج، اصبر بقى. وتعرض عليها فكره ان انت ايه تتجوزها بالفلوس يعني. بعد اذنك انا ده لازم تساعديني، انا عارف انها صاحبتك بس الموضوع ده يفرق معايا جدا. اصل هي لو هتبان عشان حد معاه فلوس يبقى مفيش داعي ان انا اقول لها بقى ان انا معايا فلوس، طالما هي عايزه الفلوس بس مش عايزاني انا. صعب قوي يا سلامه اللي مش انت بتقوله صعب، ده. انا نفسي بجد ان هي تطلع كويسه وعايزها انها تضحي باي حاجه عشاني، بس لو ضحت بيها عشان الفلوس يبقى مشكله. ولو وافقت اصلا انها تتجوز محمد حتى لو ايه، يبقى خلاص مش تكمل معايا.
حتى يعني سلامة انت عارف انت بتقول ايه؟ انا بقول كون انها وافقت عليك معنى كده انها باعتني بالرخيص قوي. سلامة انت بتحبها، ما تدمرش ما حياتك. تخليش بقول لك ايه، وارد اي حد يتحط في ظروف زي دي، وارد الزمن يجي عليا. انا فلوسي خسرتها زمان وهي ما كانتش جنبي، فهل لو خسرت فلوسي دلوقتي هتكمل معاها ولا بس لا؟ الحمد لله دلوقتي. خلاص يا ندى انا مصمم، هتساعدوني ولا لا؟ حاضر حاضر يا سلامة. حاضر يا سلام. واجيب لك زياد بالمرة. ماشي هات زياد كانه يكون صاحب معانا. الشركه، وماشي وانا عندي تفاصيل هبعتها لكم. طب انا هروح لها دلوقتي اصلا كده كده عايز اشوفها بقالي ماشي. زمان. والاكل. بعدين يا محمد بعدين، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. المهم هنعمل ايه بقى في الشغل والشركة؟ عايزين نظبط الامور دي بسرعة بسرعة عشان الشركة مقفولة داخلة على 3 شهور. خلاص يا محمد كل حاجه هنظبطها. اشوف بس حنين هتشتريني ولا لا، بس خليك بس معايا وركز في الموضوع ده وسيبك من الشركه دلوقتي، طيب انا هوصل بسرعة بس كده. وانا هبعت لك ماشي التفاصيل ونشوف مشوار هتعمل ايه. وانت بعت لي تفاصيل على الواتس وربنا ييسر. ان شاء الله. ماشي يا يلا محمد. سلام، مبروك تسلم يا حبيبي. محمد. الله يبارك فيك يا رب. مش مصدقة، مش مصدقة يعني بعد ده كله صاحبتي طلعت بتخدعني وانت ما طلعتش فقير ولا حاجة؟ يعني انتوا كلكم كنتوا بتخدعوني؟ هو في النهايه كده انت الضحيه برضو؟ انت مصدقه نفسك وحاسه كده ان انت مصدومه؟ انا مستغربك بجد يا حنين والله. كل اللي فارق لك صاحبتك انها بتخدعك، على فكره ما خدعتكيش، هي كل الموضوع انها كانت مرايه وريتك حقيقتك بس. حياتي ايه؟ انت عارف ان انا من الاول تمام، بس هي لعبت في دماغي، انا ما كنتش مستوعبة. اطلعي بره. انا بجد مستغربك، بس هصدقك تاني؟ اكيد لا طبعا. في ايه يا بنتي؟ حصل ايه تاني؟ اهدي. مالك؟ اهدي بس، في ايه؟ بالراحه. انا صاحبتي خدعتني وسلامة ما طلعش فقير انا اتخدعت فيهم كلهم، انت بتقولي ايه؟ ازاي يعني؟ بالراحه واشرحي لي واحده واحده، انا مش فاهمه. انا ذات نفسي مش قادره استوعب. انا ندى كانت جايبه لي عريس، المفروض ان هو شغال في دبي عنده شركه هنا. رحنا الشركه لقيت سلامة قاعد على مكتب بيقول لي دي شركتي. اهدي. انا والله برضه العظيم من أنا الأول دعيت لك. كنت وحشه، من الاول خدعته برضه، خالص. من الاول بصيت للماديات وانا مش كده، بس هي وزتني، ما كنتش متخيله ان هي تخدعني كده. والله انا عارفه ان انت قلبك مش كده وان انت مش كده، والله ودعيت لك. انا عارفه ان سلامه طيب وقلبه كبير وهيسامحك. تعالي ما نروح. اعتقدش انه هيصالحني. تعالي بس نروح له ونتكلم معاه وهو اكيد هيسامحك واشرحي له كل انا حاجه. وجعته قوي. سلامه بيحبك بجد وقلبه كبير. تعالي نروح له. يلا. طب يا سلام، انا مش عارف اشكرك ازاي بجد يا ندى. هتشكرني على ايه بس؟ يعني ده اقل واجب اعمله معاك. انا زعلانه بجد ان انتوا سبتوا بعض وان انت بتحبها جدا يعني. مين قالك؟ ما لو ان ابو ده حب، احب ايه؟ هو انا عمري هنسى الموقف اللي عملته معايا؟ عموما بس احنا برضك اغريناها يعني يا سلامة. انا قعدت اقول لها الشاب كويس وعايزك وده من دبي، يعني اللي انا عملته برضك يعني ما كانش سهل. ما طبيعي ان هي تتأثر بالموضوع. فرضنا بقى ان الموقف كان حقيقي، هتباني؟ مفيش مبرر. ما تحاوليش تقنعي نفسك ان هي معاها حق، لان مفيش حد بيحب ويبيع. انت بس اللي بتتكلمي بهبل او عشان صاحبتك. المهم يا سلامة، انا يعني حاولت ان انا بقدر الامكان ان انا اساعدك، وكنت بتمنى ان هي ترفض يعني ان انا اقدم لها شخص احسن وكده، وان هي تفضل متمسكة بيك. بس انا اللي حصل حصل، وانا كده كده مش زعلان، والجواز اسمه ونصيبه، واكيد ربنا شايل حد يستاهل. كان نفسي اقول لك اتفضلي طبعا، بس لا، أنا مش لوحدي اتفضل زي ما إيه؟ انت عارفه. لا متشكرة المهم جدا. هستناكي بقى في المكتب عشان في تفاصيل كتير جدا بالنسبه للشغل عايزين نظبطها. خلاص ماشي، انا على طول وجاي لك باذن الله. انت رايح دلوقتي صح؟ لا انا هريح شويه كده عشان مش قادر، ممكن ساعتين هسبقك كده على بنزل. هناك. خلاص ماشي تمام. ماشي، يلا سلام.
العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. يا ندى نسيت حاجة ولا ايه؟ ايوه هي. سلام، ازيك؟ اتفضلوا، مش هينفع تتكلموا على الباب طبعا. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ميادة. اتفضلوا يا جماعة. اتفضلي يا حنين. بس انا عارفه اللي انا عملته ده كان غلط، بس كلامنا ده ليه عماني كان غصب عني والله. بس انا والله العظيم بحبك. ايه ده بجد؟ هو انت فعلا جايه عشان تعتذري وتقولي معلش ونرجع لبعض واللي انت عملتيه ده كان سوء تفاهم؟ انت بجد جايه عشان كده؟ انا فاكر ان انت جايه عشان حاجه مهمه. سلامة، اسمع بس منها. سلام، انا كنت حبيتك بس والله العظيم كان غصب عني. هي قعدت تزن على دماغي، وانت عارف الزن على الودان امر من السحر، وانا ما عرفتش ان انا اقاوم. ولما شفت منظرك ولما الراجل زعق فيا انا خفت، اللي هو انت سبت الراجل يزعق، انت هتقدر تحميني ازاي بعدين؟ انا لا لا لا، انا عايزك بس تركزي وما تقوليش كلام مش حقيقي. اولا الراجل ما تعرضلكيش، وانا اللي قايل له يقول ايه اصلا بالظبط، يعني تقريبا كده كل كلمه كنت انا اللي قايل له هيقولها. ثانيا هو انا بس عايز اسالك سؤال، هو انت رجعتي علشان انا ما بقتش عامل نظافه والاختيار التاني ما بقاش موجود، ولا راجعه ليه؟ يعني انا بس عايز افهم. والله العظيم راجعه عشان انا بحبك. وانت اكتشفتي فجاه ان انت بتحبيني لما بقيت غني؟ طب لا ما يا كنت عامل سلامة، انا نظافة. من الاول بحبك، بس انا ما كنتش في وعي. السن كان كتير وما كنتش عارفه اعمل ايه، وكذا حاجه تيجي ورا بعضها، فانا افتكرت ان دي يعني بصراحه اشاره من ربنا، بس انا ما كنتش متوقعه كده. هي فعلا اشاره من ربنا، بس ليه انا يا حنين؟ ولازم تبقي عارفه حاجه ومتاكده منها، الانسان اللي بيبيع ده بيبقى طبع فيه ما بيتغيرش. ويا استاذه مياده، لو اختك بنت الاصول فعلا كانت شاريه كانتش هتروح للي يدفع اكتر. واعتقد ان انت قلتي الجمله دي قدامي وقلت ان انا ما معيش اللي يشتريكي. اتضحك عليها يا سلامة واتلعب في دماغها على فكره وشافتك بمنظر هي اتصدمت. ايوه، ما هو المنظر ده لو بقى حقيقي انا ازاي امن على نفسي؟ طب لو فرضنا كده ان انا بعد ما اتجوزتها الزمن جرى عليا فعلا وما بقاش معايا فلوس، هتروح للي يدفع؟ اكيد لا. لا ليه؟ ما هي راحت للي يدفع. اتصدمت في الاول، ما هتصدم برضو وقتها، اتلعب في دماغها. وساعتها هيتلعب في دماغها. انا عمري ما هامن على نفسي ان اتجوز واحده اي حد هيملى دماغها بالفلوس هتروح له. اعالي يا مياده واعرفي ان اختك عملت جريمه، ما دستش على صباعي عشان اسامحها. انا عارفه اللي عملته غلط واللي عملته كبير في حقك. لا هو مش كبير، هي خيانه، وانا بالنسبه لي ممكن اسامح في اي حاجه الا الخيانه. على فكره انا كمان حبيتها. سلامة هي بتحبك بجد، والله العظيم بتحبك بجد، بس وانا إحنا مش عارفه ان انت عارفين. بتحبها وقلبك كبير. بس الشيء اكل عيش، وهي قالت الكلام ده هيعمل ايه؟ طب بصي باختصار، انا مش قصدي اجرحك يا بنت الناس، بس انت اللي يدفع اكتر هيشتريكي، وانا قلتها لك وانت نسيتي. الانسان اللي هيتباع بالفلوس مهما كان ثمنه هو رخيص. بس انت عارف ان انا مش كده، انت عارف ان انا حبيتك، أنا كنت انت عارف فاكر. ان انا مش كده. كنت فاكر ان انت مش كده. والله انا مش كده، قسما بالله انا مش كده، عشان خاطري سامحني، قسما بالله انا بحبك، مش قادره ابعد عنك يا سلام. يا بتحبنيش، انت بتحبي اللي معاه فلوس وراجع دلوقتي عشان الاختيار التاني ما بقاش موجود. لما محمد اكتشفت ان هو شغال معايا. طب بما انه شغال معاك وانت عارف، اساله كده انا كنت بعامله ازاي، انا كنت بكلمه ازاي. بتعمليه ATM. انا مش فارق لي انك انا مصدق انك بتحبيني، بس ايه الفكره انك تحبيني وتروح للي يدفع؟ غصب عني. لا ده ما فيهاش غصب عني، ما فيهاش خالص يا حنين. يا سلامة اتلعب في دماغها بقولك. ايوه، طب وانا لما مراتي تلاقي في دماغها امن على نفسي ازاي؟ مش هينفع تبقى مراتي. فهمها انت القوامة. قوامة ده لما بقول لك لو غلطت، هو انا بقول لك ان دست على صباعي ولا علت صوتها مثلا؟ ده انا بقول لك راح هي باعتني
وراحت للي يدفع. فرصه واحده بس، ما تضيعوش حبكم ده. لا في حرام حاجات عليكم. في حاجات ما ينفعش فيها فرصه تانية والله يا ميادة. انا معاكم واللي انتوا عايزينه انا تحت امركم فيه. لو عايزه شغل انا معاكي، انت لو عايزه الدنيا كلها وانا في ايدي فلوس مش مش هتاخر. محتاجه اي حاجه غير وجودك جنبي دي الحاجه الوحيده اللي مش هقدر اقدمها لك. عشان خاطري سامحني. ما بقاش ينفع. اعتقد حتى قعدتنا دلوقتي مش هتنفع يا حنين. كل واحد فينا اختار طريق يمشي فيه. سلامه. خلاص يا ميادة الموضوع ده مقفول بالنسبه لي، هي او غيرها. وبعدها بقى لما ابقى اقابل حد هبقى ادور على اللي عنده مبادئ. سلامه حرام عليك، مش انت هعرف. جيت عليها قوي. انا جيت عليها. غلط، انا قلت ان هو غلط ومصيبه كمان، بس اللي بينكم اكبر من كده. على وانا الاقل معترف فرصة ان واحدة. انا غلطانه، والله معترف ان انا غلطانه. قلبك كبير يا سلامه، انا عارفه وعارفه ان انت بتحبها بجد. فرصه واحده عشان خاطر حبكم.